السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وموضوع الناس كتير جدا بتتكلم فيه، وهو موضوع مثلث برمودا. والناس كتير مش عارفة ايه السر لحد دلوقتي في اختفاء جميع الرحلات اللي بتعدي من خلاله، سواء كانوا طيارات أو مراكب من خلال الماء أو من خلال الجو. مبدئيا كده، مكان المثلث بيوجد في بجانب جزر برمودا، ولذلك تلقب مثلث برمودا، وموجود في المحيط الأطلنطي. وبما إنه محاور ما بين تلات أماكن زي ما أنت شايف، لذلك اتلقب المثلث برمودا أو مثلث عامة. مثلث برمودا يعتبر من أحد العجائب اللي الناس كتير جدا عاجزين عن تفسير. وطبعا انا مش اول واحد اتكلم على مثلث برمودا، في ناس كتير جدا طلعت واتكلمت، لدرجة اللي فيه كثير جدا من العلماء عملوا كتب بخصوص مثلث برمودا ده. عملوا كتب كتيرة جدا وفي من العلماء الذي قالوا أن مثلث برمودا هو عرش الشيطان، وده طبعا حاجة خيالية، لأن مفيش أي دليل قرآني يقول إن مثلث برمودا ده يوجد تحتيه عرش إبليس مثلا. في ناس كانت بتقول إن الفضائيين بياخدوا الناس بيخطفوهم عشان يعملوا عليهم تجارب، كل ده طبعا خيال. تعالى بقى نتكلم بشكل علمي ومفهوم. مبدئيا كده، في شوية من العلماء اكتشفوا ان موجود داخل مثلث برمودا كثير من غاز الميثين، والغاز ده بيؤدي الى غرق السفن بالكامل. طب ازاي؟ بقى عند اختلاطه بالماء يبدأ في ايه؟ في تخفيف كثافة الماء، وده اللي بيؤدي إلى الماء ما بتبقاش قادرة تشيل السفينة مثلا، فعشان كده الحاجة بتغرق على طول. وضيف على كده يا معلم اللي فيه عندك علماء النرويج اكتشفوا حفرة كبيرة جدا ناتجة عن انفجار غاز الميثين موجودة في مثلث برمودا، ودوت اللي بيؤدي إلى شفط الطيارات، واللي بيؤدي إلى غرق الطائرات، يعني بيؤدي إلى سحب الطيارات إلى أسفل وغرقها في مثلث بالكامل. وعندك بقى السبب التاني واللي مهم جدا برضو، وهي العواصف الاستوائية. العواصف الاستوائية تعتبر من أكتر الحاجات اللي ممكن تسبب في غرق السفن أو الطائرات، ودي كفيلة بس إنها تمرجح أي طائرة زي الورق بالظبط، زي من الورق بالظبط كده حرفيا، وأي طيارة وأي مركب بالشكل ده. وبسبب كثرة العواصف الاستوائية في مثلث برمودا، فده يعتبر سبب كفيل جدا إن هو يعمل حاجة زي كده. أنا دلوقتي جمعت لك أهم سببين ممكن يؤدوا إلى غموض منطقة مثلث برمودا، فلو عايزين جزء تاني عن معلومات تكتبولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.